لطفي لبيب وحسن حسني وصلاح عبد الله لو ركزت معاهم هتحس انهم ممثلين دمهم خفيف وكوميديانات جامدين، لكن لو ركزنا اكتر بقى هنكتشف انهم عندهم حرفة اكبر من كده بكتير، وهي فرش الافيه. في الحلقة دي بقى من شرح مفصل هنفهم ازاي فرش الافيه اهم من الافيه نفسه. جاهز بقى كوباية الشاي الجميلة لحد ما التتر يخلص. لو جينا نتكلم عن الكوميديا فنقدر نقول عليها إنها نوع من أنواع الدراما أو شكل مختلف من أشكال الفن، وهدفه الأساسي هو التسلية حسب تعريف المفاهيم الحديثة يعني. ونقدر نقول عليها برضو إنها النقيض للمأساة. وعشان ما ندخلش في تفاصيل كتير عن الكوميديا واللي هتحتاج مننا ساعات عشان نتكلم فيها، خلينا على طول ندخل في موضوعنا وهو فرش الإفيه. لو بصينا لصيتا بالضحك في حياتنا عامة هنلاقي إن الموضوع محتاج حاجتين: فرشة كويسة وبانش لاين في مكانه. وركز معايا على جملة في مكانه دي عشان لو ما ضربش صح كل اللي فات ملوش لازمة. أولاً، فرشة الإفيه هي التمهيد للإفيه مش الإفيه نفسه، ونقدر نقول عليها بلغة الكورة إن هي الأسيست. ومادام جينا بقى لحتة الأسيست يبقى لازم نتكلم عن عبقري الأسيستات لطفي لبيب، اللي ممكن نقول عليه إنه إنيستا السينما المصرية. لو ركزنا في المشهد ده هنلاقي إن لطفي لبيب حرفياً ما فتحش بقه. هو هنا كل اللي بيعمله إنه بيفرش لحاجة هتحصل. إيه هي؟ إحنا ما نعرفش. عمال يفرش 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 لحد ما هنيدي ضرب هو البانش لاين وموتنا من الضحك. والموضوع كله يرجع للتمهيدة بتاعت لطفي لبيب مش أكتر. وهنا ننتقل بقى للبانش لاين، وهو الجملة أو الكلمة اللي غير متوقعة اللي بتحصل بشكل مفاجئ، فده بيخلينا نضحك لأننا مش متوقعين إن ده يحصل. وعلى فكرة البانش لاين مش لازم خالص يبقى جملة. يعني هنا مثلا كل الناس دي قعدت تفرش لأحمد حلمي على أساس إنه هيحصل حدث مهم جدا، ولما نيجي نتفرج هنلاقي إن كل اللي عمله فاحنا ضحكنا لانه مش متوقع منه في موقف زي ده انه يعمل كده. يعني كده احنا اتفقنا ان في حد بيباصي وحد بيشوط. المفاجأة بقى ان انا عايز اقولك ان في ناس كسرت القاعدة دي تماما. في ممثلين بيباصوا وبيشوطوا لنفسهم، والله زي ما بقولك. وصاحب اللعبة دي هو الحريف قوي احمد عيد. احمد عيد عبقري انه يباصي لنفسه وبعد كده يشوط هو. يعني مثلا في المشهد ده من فيلم افريكانو هنلاقي ان هو كان قاعد في بيت، دخلوا عليه جماعة أفارقة وماسكين تابوت، فالناس راحت قايله له، فهو استلم صابونة وراح قايل لهم صابونة. أي حد مكانه هيقول لهم إيه ده؟ أنتوا مين؟ وإيه صابونة دي؟ وكلام طبيعي متوقع شبه كده. لكن أحمد عيد عمل إيه بقى؟ صابونة؟ أنتوا جايين تستحموا هنا ولا إيه؟ هو هنا حرفيا استلم وبصل نفسه وشاط جاب جون في المقص. عمل الفرشة المظبوط وكمان عمل البانش لاين مظبوط. وده احمد عيد في كل اعماله مش في افريكانو بس. لو رجعنا تاني لحته فرشه الافيه هنلاقي ان في ناس كتيره بتعمل كده مش بس لطفي لبيب. واشهرهم بالنسبه لي الشله بتاعت عادل امام، زي ما انا مسميهم 4-5 ممثلين هم في كل مسرحيات عادل امام. هم ادوارهم كبيره وليهم ادوار دراميه كبيره جدا، بس هو حرفيا كل ادوارهم انهم يفرشوا والزعيم يشوط. وفعلا هم سبب رئيسي في نجاح المسرحيات دي، لأنه الأسلوب بتاع فرش الإفيه مناسب في المسرح أكتر من السينما عامة. يعني هنا مثلا في المشهد ده من مسرحية الزعيم هنلاقي إن مصطفى متولي عمال يفرش ويفرش ويفرش وبذل مجهود كبير قوي. ليه؟ عشان عادل إمام يقول مدير عامل مهاترات، فالناس تموت من الضحك. والمشهد ده برضه من نفس المسرحية هي هنلاقي إن أحمد راتب طلع عينه وعمال يفرش ويجيبها يمين ويجيبها شمال ويطلع وينزل، وفي الآخر جه عادل إمام رمى الإفيه الواد ابن اختي جاب 32% في الثانويه العامه. فالناس وقعت من الضحك. أخيراً بقى المدرسة دي من الضحك ما بقتش موجودة دلوقتي، لأن كل النجوم مهتمين بس بالبانش لاين. كله عايز يقول الإفيه، فما بقاش عندنا حد يفرش الإفيه. وفي حياتنا العادية بقى الحياة بقت سريعة جدا ومفيش صبر للكلام ده، وكله مهتم إنه يقول الإفيه بسرعة. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة من شرح مفصل.